إن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نكون سعداء بعدد كلمات السعادة الموجودة في الكتب، أي 800 مرة. يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم بنات. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل الكليجة بالزيت. الزيت فقط، يعني إذا كان ما موجود عندك زبد أو دهن جنة، تقدرين تستغنين عنهن باستخدام الزيت فقط، لأن هو زيت بالوجبة موجود، فمواد موجودة عندك بدون ما يعني تروحين تشترين. أو حتى الطحين اللي استعملته طحين الحصة، فهسه مثل ما تشوفون الطحين، طحين الحصة خليت القياسات 8 كواب طحين حصة، 8 يعني بدون ما نخلطهم ولا أي شيء. 8 كواب طحين، وهاي قدامكم وتقدرون تحسبونهن، يعني المقطع من أول ما بديت قياس الكواب لحد ما نهايتهن هن 8 كواب طحين. واستخدمت هذه بهارات الكليجة، يعني اكو بهارات انواع. هذه البهارات استخدمتها كلش طيبة، وعطرهن كلش طيب. هذه تقريبا خليت ملعقة اكل من بهارات الكليجة، وخليت ظرف فانيلا، وتقدرين تستغنين عن الفانيلا عادي، فقط بهارات الكليجة والهيل. فخليت ظرف فانيلا، وخليت ظرف بيكنج باودر، اللي هي تقدرين تقولين ملعقة اكل من البيكنج باودر. هي خميرة المعجنات. وخليت راح أخلي هي ملعقة مال شاي تخلين هيل، وملعقة شاي هم أيضا خمرة. خمرة عادي تستخدمين خمرة وبيكنج باودر سوا عادي، ماكو أي شي وأي مانع. فهاي قدامكم هذين المواد خليتهن. وحليب خليت نص كوب، نص كوب حليب، يعني حسب الرغبة تخلين أو لا عادي. وخليت هذا الكوب قدامكم نفس قياسات الطحين. خليت كوب شكر. كوب الشكر خليته أكثر، ليش؟ لأن أني بدون تحشى، يعني ما راح أحشيها الكليجة، ما أخليها تمر ولا أخليها أي، ولا سمسم ولا أي، يعني مجرد كليجة بدون تحشاه، يعني سادة. مثل ما تشوفون قدامكم خليت هاي الزيت، بديت بالبداية كوب زيت أول شي أضيفهن بالتدريج. هذا الكوب الأول أبدي أخلطهم بهاي إيدي، طبعا ما عندي جفوف. وبديت أخلط بالمواد بالتدريج، الزيت مو كله يعني أخليهن الكوبين سوا، لا بالتدريج، حتى أشوف السمك مالتها إذا زيت تحتاج أكثر أو لا، فحسب الطحين. مرات الطحين الصفر الزيت مو تكثرين زيادة، هذا لأن شوية خشن طحين الحصة، فاستخدم كوبين زيت. فكذلك الطحين الصفر، بس شوية راح تصير الطحين الصفر شوية راح تصير يعني شلون أقولك طرية. فهاي قدامكم خليت المواد خلطتهن، بعدين راح أبدي أفرك بيهم بهالطريقة هاي. أفرك بيهم منا لمن أشوف المواد تجانست ويا الزيت. وبنات لا يظل بالكم إنه الزيت نشوف طحين الحصة يحتاج أكثر أو طحين الصفر يحتاج أقل، هن نفس المواد. أنا مجربت نفس المواد، يعني كوبين زيت ب8 كواب طحين، سواء صفر أو طحين حصة. فلا يظل بالكم ولا أي شي، يعني نفس الطريقة ونفس المواد، وراح تجيك بالمضبوط. هاي بديت أجانس المواد، يعني كلهن بالطريقة نفس ما تشوفون قدامكم. ومن بعدها راح أخلي الكوبين الماي هم أيضا بالتدريج، الكوبين بالتدريج. بالبداية الكوب الأول أخليه كله، فأبدي أعجن بيهم، ومن بعدها أشوف إيش قد تحتاج، يعني الكوب الثاني بالتدريج راح أضيفه وأبدي بالعجن. هاي تشوفون قدامكم. وضفت الكوب الثاني. الكوب الثاني بديت أعجن بيه، أبدي منه لمن أشوف العجينة تتماسك وياي. وهاي مثل ما تشوفون هاي نهايتها، أبدأ أعجن بيهم. فعاد تصير بيها شلون تتلزق عادي، أبقى أعجني بيها منه لمن تشوفين العجينة تتماسك وتصير طرية. هسه هاي بعد ما خلصتها راح أخليها تقريبا 20 دقيقة أو نص ساعة أو 20 دقيقة حسب. راح أبقيها وأغطيها بخاولي أو أي شي عندك قطعة قماش، أغطيها وأخليها تقريبا 20 دقيقة أو نص ساعة
على ما أجهّز الجهاز راح أسويها وياكم أقصها لا بقالب ولا بمواد ثانية، يعني فقط جهاز هذا اللي قدامكم اللي هو جهاز الكليج الكهربائي. هذا الجهاز نوعيته كلش زينة، تقريبًا صار له عندي 3 سنوات أو 4، فنوعيته كلش زينة وطبعًا وسهل وبدون لا يتعبج ولا أي شي، مجرد وأنتِ قاعدة وتشتغلين بالكليجة، يعني بدون تقصينها، يعني مو تقصينها بقالب أو شي تخلينها لأ، هو نفس الشي، هو يكون جهاز و والقص الكليجة، يعني هو ما عدا إنه تفتحينه وتخلين العجين الكليجة، يعني كل من وقياسها، كل من وحجمها، تشوفين كل قالب وحجمه إيش قد يحتاج العجينة، أكبر أصغر. هاي قدامكم الجلوبات الأحمر والأخضر، الأحمر اشتعل، الأخضر هاي من راح تخلين لِك ليجة وتقبقينها راح ينطي إشارة إلِك إنه الجلوب الأخضر من يطفى راح ينطيك إشارة إنه استوت. هاي تشوفون خليت تقريبا سويتهن كل من وقياسها أخليها، فهي مرات تجين هم عجينة تخلينها تصير أكبر من القالب، فعادي هي راح تقصها يعني عادي، وراح أخلي كل من وحجمها. ومن بعدها أسد القالب وأشعل الكهرباء عليه، هو راح وحده ينطي إشارة الجلوب الأخضر إنه هنا استوت. راح أفتحها وياكم وخليكم ويا المقطع. فهاي بنات الكليجة بعد ما كملت وكلش طيبة طبعا وهشة، والمواد بسيطة مثل ما قلت لكم بسيطة، هو طحين الوجبة والزيت بدون زبد وبدون دهن جنة
وقدامكم سويتها والمواد والطريقة وطلعت كلش طيبة. ولهنا بنات إن شاء الله عجبكم هذا الروتين، وإن شاء الله عجبتكم هذه الطريقة. والجهاز طبعا كلش مفيد. هاي الكليجة هاي راح افتحها قدامكم شوفوها بنات. والجهاز انصحكم به كلش مفيد وبدون تعب وانت قاعدة. لا تعب ولا فرن ولا اوفن لا غاز ولا اي شيء، يعني قدامك كهرباء وانت قاعدة. فهاي قدامكم. هسه بعد ما خلصت الكليجة راح أشارككم الجهاز الغسل شلون أغسله. طبعا هو أكيد لازم ينغسل بعد ما نخلص من عنده، لا تخافون. لا هو صحيح الكهرباء بس لا تخافون من عنده، لا يعطل حتى لو يلوحه مي. فقدامكم هي مجلافة أخلي بيها زاهي وأجلفه، أنظفه وبعدين أنشفه. يعني مو أخلي المي فوقه يعني أصب مي فوقه، لا. أخليه يعني أجلفه بزاهي مجلافة ومن بعدها أنشفه تنشف. هاي قدامكم. فلازم ينجلف بزاهي حتى على مود ما يبقى الزيت بيه، فتعرفون الكليجة زيت ودهن فما تبقى بيه. إذا بقت وهذا اللي شوفوا يعني القوالب هي نوع من التيفال، نوع من التيفال نوعية زينة، فكل الزين فلازم ينجلف بزاهي ويتنشف ومن بعدها يلا تضمينه ما يبقى هيجي، فراح تبقى تلزق بيه الدهون فصعوبة تزيلينها بعدين.